اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم اجعل بلدنا هذا كردستان بلدا آمنا مطمئنا في حفظك وأمانك وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ كردستان من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ كردستان وأهلها وشعبها وجيشها اللهم احفظ البشمركة من كيد الأعداء الظالمين اللهم احفظ البشمركة من كيد أعداء الظالمين اللهم احميهم اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم قطع دابر الفساد والمفسدين اللهم قطع دابر الداعش وأمثالهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم من أراد بنا وبديننا وبملتنا هذا كردستان خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بنا وبديننا وبملتنا هذا كردستان شرا فصب الشر عليه اللهم احفظ كردستان اللهم اشف المصابين اللهم اشف المصابين هذا بلد اللهم أدخل الشهداء بلدنا كردستان في أعلى العليين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم فك قيد أسرانا اللهم فك قيد أسرانا وأعدهم لنا سالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الداعش بأمثالهم اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأخرج بلدنا هذا كردستان من بين أيديهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك قلت وقولك الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم ألف بين قلوب المسلمين وألف بين حكام المسلمين
بكلمة الحق والدين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك الهادي الأمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله